ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ النهارده ميعاد الجزء الثاني من عمكم جون ويك. اللي ما اتفرجش على الجزء الاول يجري يتفرج عليه بسرعه ويرجع لي عشان تفهموا تكمله الاحداث ماشيه ازاي. بس اللي مش عامل لايك واشتراك يروح بسرعه يعمل اشتراك في القناه عشان يوصل له اي جديد بنزله هنا. ويلا بينا نبدا فيلمنا. طبعا في اخر لقطه من الجزء الاول بنشوف جون بعد ما انتقم لموت الكلب بتاعه وصاحبه ماركوس، وبيروح بعدها يشتري كلب جديد يونسه وبيروح على بيته. وبعد الحادثه دي بشويه بنشوف بقى ان جون قرر يرجع عربيه مراته اللي اتسرقت منه، وبتكون العربيه دي مع ابرام اخو فيجو. وبنشوف ان في مطارده ما بين واحد راكب موتوسيكل وعربيه بتخبط الموتوسيكل ده، فبينزل منها انكل جون. وبعد ما بينزل بياخد من صاحب الموتوسيكل ده بطاقه ذهبيه كده شكلها غريب وبيتكل على الله. وبنروح بقى عشان نتعرف على انكل ابرام. بيكون بيشتغل في الممنوعات وعنده شركه تاكسي. طبعا الشركه دي بتكون مغطيه على كل شغل الشمال. وبيعرف ابرام ساعتها ان جون جاي له مخصوص، فبيلم بسرعه كل بضاعته وبيصفي الشغل بتاعه وبيدخل عليه المساعد بتاعه. وبيفضل بقى المساعد بتاعه يقلل من جون وبيقعد يبرطم ويقول باستهتار انا اعرف اخلص على جون ده بصبع رجلي الصغير من غير اي صعوبه، مش مستوعب ان احنا خايفين من راجل واحد بس علشان عربيه ملهاش 30 لازمه. فبيرد عليه ابرام وبيقول له ان دي مش مجرد عربيه، دي عربيه جون ويك بنفسه، وده اللي موت اخويا وابن اخويا وكل رجالته عشان مجرد كلب وعربيه. فبيقول للمساعد بتاعه طالما عربيه جون لسه موجوده في الجراج عندي يبقى احنا في خطر. وجون راجل ذكي جدا في شغله، ولو حط اي حاجه في دماغه او اي حد في دماغه بيموته من غير رحمه. فبيحكي له ان جون ده اللي انت مستهتر بيه يا باشا قبل كده مموت كذا راجل بقلم رصاص بس. وفي نفس اللحظه دي جون بيكون دخل لجراج ابرام بالبطاقه الذهبيه اللي معاه وبيخلص على رجالته كلهم. وساعتها بيشوف عربيته وبيروح يركبها وبيمشي بيها، بس بيلاقي رجاله ابرام جايين وراه وبيفضلوا يخبطوا في عربيته وبيدمروها خالص. وكان في واحد منهم بيجري وراه وهو راكب موتوسيكل وبيضرب عليه نار، بس جون بيقلبه بباب العربيه وبيموته وبيروح يكمل على باقي العصابه اللي بتطارده وبيخبطهم بعربيته زي ما هم عملوا معاه بالظبط. بس في نص الخناقه دي جون بيقع من العربيه بتاعته وبيفضل يضرب في رجاله ابرام بايده وبيقدر يتغلب عليهم بسبب قدرته العاليه في الفنون القتاليه. بس بيفضلوا كل شويه يجوا رجاله تانية، بس محدش في الاخر بيعرف يتغلب على جون. وبيعرف جون يخلص عليهم اكنه في لعبه بابجي بالظبط. وبعد ما انكل جون طبعا بيخلص كل ده بيروح لابرام، واول ما بيدخل عليه ابرام بيكون خايف جدا منه انه يموته. بس جون مش بيموته عشان هو طبعا يا جماعه راجل طيب جدا واحنا عارفينه يعني، بس بيعمل معاه اتفاقيه كده صغننه على الاخر، بس بشرط ان ابرام ما يجيش على سكته خالص. فبيقول له ابرام اسكت يا راجل انت، هو انت يجي من ورا وشك ده سلام اصلا ولا حتى تعرف معنى السلام؟ بس انا هعصر على نفسي شويه ليمون واعمل معاك اتفاقيه السلام دي عشان انا مضطر بس. وبعد كده بيخرج جون من عنده ياخد العربيه بتاعته المدغدغه وبيروح وبيحط للكلب بتاعه الاكل وبيروح ينام بعدها. وبيقعد بعدها يفتكر ذكرياته مع مراته الله يرحمها يعني. وطبعا دلوقتي خلاص يعتبر خلصت الاسباب اللي تخليه يعمل مجزره من تاني، وعيش بقى في حاله في سلام كده والحمد لله. تاني يوم بيكلم عم اوريليو وبيطلب منه انه يصلح له العربيه بتاعته، وزي ما قلنا طبعا واتفقنا ان انكل جون عايز يهدى كده ويعيش مع حاله من غير مشاكل. فبيروح يشيل الاسلحه بتاعته علشان مش هيستخدمها تاني بقى. وفي اليوم ده بيجي له واحد كده اسمه سانتينيو، وسانتينيو ده بقى يبقى قاتل زي عم جون بالظبط، وفي مجال العصابات ده بيحكمهم القوانين. ومن ضمن القوانين دي يا جماعه بتكون قانون اسمه التميمه، وده طبعا باختصار ان لو حد عمل لك خدمه لازم طبعا تجامله وتردها له تاني. سانتينيو ده ساعد جون قبل كده، فدلوقتي لازم جون يعمل له اللي هو عاوزه ويرد الخدمه اللي عملها له قبل كده. بس طبعا جون بيكون ساب السكه الشمال دي وبقى ماشي في السليم، وطبعا بيرفض جون انه يرد الخدمه دي. فساعتها سانتينو بيقول له هو ماشي ان بيته جميل جدا، لكن طبعا الجمال ده مش بيستمر كتير لان سانتينو بيقف بره البيت وبيرمي بيته بصاروخ وبيفجر البيت كله. بس جون بيعرف ان هو ينجو منه هو والكلب بتاعه، وبيقف بعيد كده متحسر على بيته اللي بيولع وبيفضل يتفرج على بيته. وطبعا بنعرف خلاص كده ان انكل جون راجع من اول وجديد وهيولع فيهم كلهم ومش هيسيب حقه تاني. وتاني يوم بياخد جون بعضه وبيروح على فندق الكونتيننتال ويروح يقابل وانستون وبيطلب منه انه يساعده ويقول له على مكان سانتينو. وطبعا وانستون بيكون عارف اللي حصل لبيت جون وبيقول له ان في قوانين حطتها المنظمه، واهم قانونين هو ان مفيش جريمه قتل تحصل في اي فرع من فروع فندق الكونتيننتال، والقانون التاني ان طالما حد ساعد التاني فلازم الخدمه دي تترد، واحترام لاي تميمه فيها بصمه ما بين اتنين. وبيقول له وانستون نصيحه مني كده يا باشا، نفذ خدمه سانتينو وبعد كده ولع في اللي جايبينه زي ما انت عاوز. وبيفكروا ان عيله سانتينو عيله قويه جدا ونفوذها كبير، وابو سانتينو كان في المجلس الاعلى للمنظمه، والمجلس ده بيكون متكون من 12 شخص من اسياد العصابات والجريمه ان شاء الله والله. هم بقى بيكونوا المالكين لجميع فنادق الكونتيننتال، فما بيكونش قدام جون حل خالص غير انه ينفذ لسانتينو خدمته. وبيسيب الكلب بتاعه مع تشيرون صاحب خدمه الاستقبال وبيروح بعدها لسانتينو وبيساله عن الخدمه اللي هو عاوزها منه. فسانتينو بيقول له انا عاوزك تموت اختي جانا. لا ونعم حب الاخوات بجد يا حاج سانتينو. والاخ طبعا سانتينو بقى كان عاوز يقتل اخته عشان ياخد
تاخد مكانها في مجلس المنظمة، لأن جيانا ورثت من أبوها الكرسي في المجلس، وأنا اللي كنت أستحق الكرسي ده مش أختي. وبيعرفوا إن جيانا هتكون موجودة في روما بتحتفل بالكرسي بتاعها اللي أخدته، وجون بيقبل منه المهمة وفعلا بيسافر روما. وبنشوف إن في واحدة من رجالة سانتينو اسمها إيريس بتكون هناك مخصوص عشان تراقب جون. وبيدخل جون فندق الكونتيننتال اللي موجود في روما، وبيقابل هناك جوليوس مدير الفندق، وجوليوس بيديله أوضة من أوض الفندق الفاخرة. وبيروح بعدها جون لمصنع خياطة بيكون مخصص فقط للقتلة المأجورين، والمصنع ده بيكون بيصنع قماش كده ضد الرصاص عشان يساعد القتلة في المهمات بتاعتهم. وبيطلب جون إنه ياخد بدلتين، وفعلا بياخدوا مقاساته. وبعدها بيروح جون لمحل تاني عشان ياخد أسلحة، وصاحب المحل بيكون عارف جون ويك كويس وبيسمع عنه، فبيطلع لجون الأسلحة المناسبة ليه وللمهمة بتاعته. وجون بقى بيطلب منه يبعت له الأسلحة دي على أوضته في الفندق. وآخر مكان جون بيروح على مكتبة كده معينة، وصاحب المكتبة دي بياخده الأوضة السرية وبيوري له خريطة للمكان اللي هيتعمل فيها حفلة جيانا أخت سانتينو، وبيعرف بكل مداخل ومخارج المكان وكمان الأنفاق اللي تحت الأرض، وبيديله مفاتيح كل الأبواب. وفعلا بالليل جون بيكون جاهز عشان ينفذ مهمته. ولما وصلت جيانا الحفلة بتاعتها بيعرف جون يوصل لها من نفق موجود تحت الأرض. ولما بتشوفه جيانا بتستغرب وبتتصدم إنه رجع تاني للشغل، وبيقول لها جون إن ده غصب عنه وبسبب التميمة اللي كانت بينه وبين أخوها، وإن أخوها هو اللي عاوز يموتها. فبتقرر إنها تنتحر بنفسها، وبعد ما بتموت بيضرب جون عليها رصاصة عشان يبان إن هو اللي نفذ مهمته. ولما بيجي جون يخرج بيشوفه حارس جيانا، فبيعرف إن جون هو اللي قتلها، فبيحصل ما بينهم مواجهة، وبيهرب جون ساعتها تحت الأنفاق. وبيلاقي حراس سانتينو هم كمان بيطاردوه. يا سلام على محبة الناس والله. ولما بيهرب جون منهم بيلاقي فجأة عربية رشقت فيه وخبطته جامد، وبيطلع إن ده حارس جيانا هو اللي خبط. وطبعا بيفضلوا يواجهوا بعض بالمسدسات وبيكسروا ازاز فندق الكونتيننتال وهم بيتخانقوا. وطبعا بما انهم في الفندق القاعده بتحكم عليهم ان ممنوع القتل في الفندق، فبيضطروا ان هم يقعدوا يشربوا حاجه ساقعه سوا تهدي اعصابهم يعني، وهيرجعوا للعركه من تاني. بس الحارس بيقول لجون انه هيموته. وفجاه بيجي الانكل جون اتصال كده من الحاج سانتينو بيقول له انا هنتقم منك عشان انت موتت اختي. وفعلا بيحط سانتينو جايزه ثمنها 7 مليون دولار للي يخلص على جون ويك. سانتينو بيوصل الرساله دي لكل القتله المحترفين. ولما بيرجع جون على نيويورك وكل لما حد يشوفه بيكون عاوز يقتله، وفعلا بيواجه جون اكتر من واحد بس بيتصاب في رصاصه في جنبه. ولما بيجي يهرب بيقابل حارس جيانا في خلقته، وبيفضلوا يجروا ورا بعض لحد ما بيلاقوا نفسهم في المترو، فبيستنوا كل الركاب تنزل عشان الدنيا تخلالهم. وفعلا بيفضلوا يضربوا في بعض لغايه ما بتنتهي الخناقه دي ان عمكو جون بيديله بالسكينه، وبيقول له ان السكينه في الشريان بتاع الصدر دلوقتي، ولو شلتها هتنزف كتير جدا واخرتك هتموت، بس لو سبتها واستحملت شويتين 3 هتعيش. ومش بيرضى جون يقتله عشان هما كانوا صحاب قبل كده. ولما بيخرج جون بيلاقي 2 عاوزين يقتلوه، بس بيروح جون لشحات قاعد في الارض وبيعرف ان الشحات ده قاتل بس متخفي، فبيطلب منه مساعده وبيقول له وديني عند الزعيم بوري. وفعلا بيساعده الشحات ده وبيخبيه منهم. وبعدها بيطلع الشحات ده مسدسه وبيموت ال2 اللي كانوا بيطاردوا جون. وتاني يوم لما بيصحى جون بيلاقي نفسه في مستشفى تحت الارض، وبيلاقي نفسه اتعالج من كل الاصابات اللي فيه. وبعدها بيروح لواحد اسمه بوري، وبنعرف ان ما بينهم معرفه قديمه كده، وانه بوري ده هيبقى زعيم الجريمه واسمه الملك بوري، وان في مره اتخانق هو وجون فبيضربوا انكل جون بالسكينه في رقبته يعني تعبيرا عن المحبه ديت. وبيطلب منه جون المساعده في انه يعرف مكان سانتينو وانه عاوز اسلحه كمان، فبيساله بوري وبيقول له هو معلش يعني يا عم جون انا هساعدك ليه مثلا. فبيقول له جون وبيعرفه العواقب اللي هتحصل لو سانتينو مسك كرسي في المنظمه، وبيقول له ان ده لو حصل انت يا باشا هتفقد السلطه بتاعتك والعصابه بتاعتك اللي عايشه تحت الارض، وممكن طبعا تقوم حرب بينك وبين عصابه سانتينو، فانا يا باشا هريحك من كل الهم ده وهموت لك سانتينو يعني واقوم معاه بالواجب. فبيفكر بوري شويه في كلام جون وبيقتنع فعلا وبيقرر يساعده وبيدي لجون اسلحه، وبيعرفه كمان ان سانتينو هيكون موجود في حفله النهارده في المتحف. فبيروح فعلا جون على المتحف وبيتسلل لغايه ما بيدخل جوه، وبيكون في وقتها سانتينو بيحتفل بدخوله لمجلس المنظمه. وفجاه جون بيظهر في وش سانتينو يا عيني، فبيتفجع سانتينو وبيصدر رجالته وبيطلع يجري. تبدا بقى المجزره الحقيقيه ما بين جون ورجاله الكتكوت المبلول اللي هو انكل سانتينو يعني اللي طالع يجري من شويه. وبيكون جون مخلص على كل رجاله سانتينو بسرعه كبيره جدا. ولما بيروح عشان يلحق سانتينو بيقابل رجاله تانية في سكته، فبيخلص عليهم كلهم وبيدخل ورا سانتينو مكان كده كله مليان مرايات كتيره، وبيفضل يدور على سانتينو في كل حته. بس بتوصل إيريس ورجالتها للمكان عشان يموتوا جون، وبتروح فعلا إيريس لسانتينو عشان تحميه. وجون بيكون تعبان جدا بس مضطر يخلص عليهم كلهم، وفعلا جون بيخلص على رجاله سانتينو واحد ورا التاني. وإيريس بتخلي سانتينو يهرب وهي هتواجه جون بنفسها، وفعلا بتواجه جون وجها لوجه، وبتطلع ان إيريس محترفه جدا في الفنون القتاليه، بس في النهايه جون بيقتلها وبيخلص عليها وبينتصر. اما
اما سانتينو بيعمل حركه ذكيه كده وبيروح لفندق الكونتيننتال لانه عارف ان مهما حصل جون مش هيعرف يموته هناك. وبعد فتره بيوصل جون على الفندق وبيسال شيرون عن سانتينو، وشيرون بيعرفه مكانه، وجون بيروح لمكان سانتينو. وسانتينو طبعا كان قاعد بكل تناكه فارد دراعاته لانه عارف ان جون مش هيعرف يعمل له حاجه ولا حتى يلمسه. وينستون بيكون موجود وبيحذر جون انه يتصرف تصرف مجنون وبيفكروا بالقوانين وانه ممنوع القتل في فنادق الكونتيننتال، وانه لو عمل اي تصرف غلط المنظمه هتعاقبه. بس ابننا جون مش بيفرق معاه لكل الكلام ده وبيكرف لكلام وينستون وبينفض له على الاخر. وكان متعصب جدا من سانتينو من ساعه ما دخل حياته ودمرها، وكان نفسه يقتله من ساعه ما ولع في البيت اللي كان حيلته. فبيتجاهل تحذيرات وينستون وبيموت سانتينو بطلقه في دماغه. وبعدها بيروح جون ياخد الكلب بتاعه من شيرون وبيمشي من المكان كله وبيروح على بيته اللي اتدمر وبيبص على صور مراته اللي اتحرقت وبيقعد يفتكر ذكرياته معاها. وتاني يوم بقى وينستون بيروح يقابل جون عشان يعرفه العواقب بقى اللي هتنزل ترف على نافوخه لان هو ممشيش على القواعد واخترقها. وبيقول له مجلس المنظمه قرر يحط مكافاه قيمتها 14 مليون دولار للي هيعرف يموتك، والمكافاه اتحطت لجميع القتله المأجورين اللي حول العالم. وبيقول له ان ما بقاش مسموح ليك كمان انه تدخل فندق الكونتيننتال وبقيت مطرود من المنظمه كلها. بص وينستون عمل حته كده جدعانه مع جون وقال له انا اجلت لك الصفقه دي وخليتها هتبدا بعد ساعه من دلوقتي، وخلال الساعه دي بقى تقدر تهرب يا جون وتشوف مكان امن تستخبى فيه كويس. وبيديله تميمه وبيقول له التميمه دي ممكن تساعدك في رحله هروبك جدا. وجون طبعا بيشكره على اللي عمله وبيقول له قول للمنظمه اللي هيقرب لي هقتله ومش هسمي على حد. وينستون بيقول له انا متاكد مليون في الميه يا جون انك هتعرف تنجو، وبيسيبه وبيمشي. وجون بقى وهو بيجري بيشوف تليفونات القتله المأجورين اللي حواليه بترن وبيستقبلوا المكافاه والصفقه من المنظمه، وبيتبعت لهم في الرساله تفاصيل وشكل جون بالتفصيل الممل وبيعرفوهم ان الصفقه دي هتتفتح بعد ساعه من دلوقتي. فبيطلع جون يجري عشان يوصل لاي مكان يكون امن وبينقذ نفسه. وبكده يكون اول جزئين يا حبايبي من جون ويك خلص. وبكده بقى لو عجبكم الفيلمين دول لايك وشير بقى واشتراك حلو كده زيكم، واشوفكم الفيلم الجاي. سلام.